تخيل معايا كده عزيزي الاوتاكو، مكان واحد فيه لوفي والطاقم بتاعه كله، وكيد والطاقم بتاعه، ولو والطاقم بتاعه، لا ومش بس كده، وهوكنز ودريك وابو وكايدو والبيج مام، ونرش شويه التوابل الاكازايا التسعه. كل دول اخواتي الاوتاكويه في مكان واحد، فكلمه عظمه على اللي هيحصل دي اقل حاجه تتقال. فشد الحزام عزيزي الاوتاكو وهات لك حاجه تاكلها او تشربها مع ملخص لواحد من افضل الاركات واطولها، وهو ارك وانو. بس عشان زي ما احنا قلنا ان الارك فعلا طويل جدا، فهنقسم الملخص ده على فيديوهين. وارزع كده اللايك الجميل عزيزي الاوتاكو. ودلوقتي اخواتي الاوتاكويه هنبتدي بالترتيب الزمني لارك وانو، واللي بيبتدي بشخصيه معانا اسمها كوزيكي اودن. وده عزيزي الاوتاكو كان الامير اللي هو ابن الشوجن، والشوجن ده هو لقب حاكم بلاد وانو، واللي ابوه اصلا اتبرى منه بسبب المشاكل اللي كان عمال يعملها في البلد. ولكن في الوقت ده كان في اتنين معجبين بيه، وهو كينيامون ودانجيرو، وقرروا انهم يمشوا وراه وقالوا له بص يا عم اودن، احنا كده كده ما عندناش حاجه نخسرها، فاحنا ماشيين وراك ومش هنسيبك. وقرر اودن في الوقت ده انه يروح قريه اسمها كوري، ودي عزيزي الاوتاكو كانت اسوأ منطقه في وانو كلها، وده كان بسبب انه كان بيتجمع فيها الحراميه كلهم. وكان اودن لما وصل كوري بقى معاه اتباع كتير غير كينيامون ودانجيرو، لا كمان بقى معاه اوكيكو وايزو ورايزو وكانجيرو ابن له. المهم اخواتي الاوتاكويه انه دخل على كوري ونظفها وجاب عليها وطيها، حتى القائد بتاعهم اللي هو اشورا دوجي عمل معاه الجلاشه، وساعتها اعترف بيه وقرر انه يبقى تابع ليه. وهنا اودن بص لقى معاه اتباع كتير وقدامه بلد فاضيه محدش بيحكمها، طب ليه ما نضفش البلد دي واعيد بنائها من تاني واعمل قلعه وبقى انا الدايمو بتاع البلد دي واتباعي يساعدوني في الكلام ده كله. وفعلا عزيزي الاوتاكو عمل كده، وكوري دي بقت حاجه تانيه. وفي الوقت ده لما كوري بقت حاجة على العال، جم 3 أطفال كده على شكل حيوانات وأنقذهم أودن، واللي هم إنيواريشي نيكوماموشي وكاواماتسو، واللي برضو بقوا تابعين ليه. وكده عزيزي الأوتاكو كلهم على بعض بقى اسمهم الأكازايا التسعة، وفضلوا يتعلموا ويتدربوا علشان يبقوا جديرين بالمنصب اللي هم فيه دلوقتي. ولكن عزيزي الأوتاكو فجأة بيلاقوا سفينة جت على الشط بتاعهم، والسفينة دي كانت مكسورة، ومين عليها؟ عمي وعمك الوايت بيرد. وطبعا اودن قرر انه يستغل الفرصة دي، لانه كان عايز من زمان يخرج من بلاد وانو، واللي زي ما احنا عارفين بلاد منغلقة على نفسها، وعايز يستكشف العالم الخارجي. فاول لما شاف سفينة القراصنة اللي عليها الوايت بيرد دخلت على الجزيرة، راح على طول بسرعة للوايت بيرد وقرر انه يواجهه. ولكن طبعا عزيزي الاوتاكو ده الوايت بيرد، يا عم اودن معلش يعني انت قوي وكل حاجه، بس تيجي عند الوايت بيرد خط احمر. وفعلا بيتهزم منه، ولكن اودن برضه ما بيستسلمش، وبيقول له انه هيصلح له السفينه، ولكن بشرط انه ياخده ويسافر معاه. وبعد محاولات ومناوشات كتير بين الوايت بيرد واودن، اخيرا بيقرر الوايت بيرد انه يسافر ويمشي ويسيب اودن. ولكن اودن في اللحظه الاخيره بيمسك في السفينه، واللي راح معاه برضه وما سابوش ايزو. وهنا الوايت بيرد فعلا استغرب من اصرار اودن، اللي هو انت في ايه يا عم للدرجه دي انت عايز تستكشف العالم الخارجي؟ فبيقرر الوايت بيرد انه يعمل معاه صفقه، لو قدر يفضل ماسك في السفينه لمده 3 ايام ساعتها هيسيبه يطلع على السفينه ويسافر معاه. وبالفعل اودن بينجح في انه يقعد 3 ايام ماسك في السفينه، ولكن في اللحظه الاخيره بيسمع اودن صوت واحده بتصرخ، ودي اللي هنعرف بعد كده عزيزي الاوتاكو ان اسمها توكي، ودي هتبقى زوجة اودن. يا سلام على شهامتك يا عم اودن، بتفكرني بواحد برضه عنده هوكي خاص بالبنات بس. المهم انه فعلا بينقذها، وبيسافر اودن ومعاه توكي وايزو وانواراشي ونيكوماموشي. وهنا عزيزي الاوتاكو بيحصل مقابله من اعظم المقابلات اللي في عالم الانمي، الوايت بيرد وجولد دي روجر، وبيحصل بين الطاقمين بتاعهم فايت نايس. كفايه اللقطه دي عزيزي الاوتاكو، انا فعلا كنت بقوم واتنطط من على الكرسي. وبياخد الفايت بينهم وقت
3 ايام، وبعدها بيرتاحوا عادي ويرجعوا اصحاب عادي ولا كأن حصل اي حاجه. وبيبتدي روجر بقى كده يحكي لاودن والوايت بيرد وهم قاعدين متمزجين عن اللي عرفوا عن الطريق، وان في جزيره معينه محدش في العالم وصل لها قبل كده، وعلشان توصل لها لازم تلاقي 4 بونجليف، ولكن ال4 بونجليف دول مش زي اي بونجليف عادي، لا ده لونهم احمر، والتقاطع بتاع ال4 بونجليف دول بيشيروا للجزيره دي. وطبعا لو وصل لها روجر يبقى كده لف العالم كله. وهنا بقى بنشوف عظمه من روجر، انه على الرغم من هيبه وكرامه روجر الا انه بيقرر يضحي بده في سبيل تحقيق حلمه، لانه ساعتها كان محتاج لاودن، علشان ساعتها كان هو الوحيد اللي بيعرف يقرا البونجليف، وفي نفس الوقت برضه كانت روجر ايام حياته معدوده، فما كانش فيه وقت انه يدور على اي حد بديل يعرف يقرا البونجليف. فحرفيا اترجى الوايت بيرد انه ياخد اودن معاه، ولكن طبعا الوايت بيرد بيرفض. بس هنا المفاجاه ان اودن شغفه وطموحه وفضوله انه يستكشف العالم خلاه هو اللي يطلب من الوايت بيرد انه يسيبه ويروح مع روجر. ويا جماعه على الرغم من ان الوايت بيرد عارف ان اودن طلبه اناني، ولكن عارف لما الاب اهم حاجه يشوف ان ابنه مبسوط، انا كنت حاسس ان هو ده الوايت بيرد. يا جماعه اوياجي، يا جماعه اوياجي. وفعلا بيوافق الوايت بيرد انه يخلي اودن يروح مع روجر، وبيبتدوا رحلتهم في انهم يجيبوا ال4 بونجليف. وساعتها كان في واحد اصلا مع روجر، والتاني في جزيره البرمائيين، والتالت في وانو، والرابع في جزيره زو. وبالفعل بيروحوا لجزيره البرمائيين وبيجيبوا اول واحد، وبعدها توكي بتبقى عيانه، فبيقرروا انهم يرجعوها وانو ويسيبوها هناك، وياخدوا البونجليف التالت من وانو وبعد كده يمشوا. واخيرا بيروحوا جزيره زو وياخدوا النسخة الأخيرة من آخر بونجليف، ونشوف لحظة من أفضل لحظات الأنمي عزيزي الأوتاكو، وهم في الجزيرة الأخيرة وحرفيا مش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك قدام حاجة إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين إيه هي، فبيقرروا يسموها لافتيل. وبكده جولد دي روجر بيتسمى ملك القراصنة، وبعديها للأسف بيتم حل الطاقم وأودن بيرجع وانو. وهنا عزيزي الأوتاكو أودن أول لما رجع لقى حرفيا الدنيا خربانة هناك، وفي مصانع للأسلحة في كل مكان، وحرفيا البلد قلبت خرابه. ولقى الشوجن الجديد وهو اوروتشي، وحرفيا اوروتشي ده عزيزي الاوتاكو كان كلب كده عند اودن، بيعامله بيديله حسنه كده. يا اخي ده انا حرام اشبه اوروتشي بالكلب، الكلب عنده وفاء عن القرف ده. ومين كمان كان بيدعم اوروتشي عزيزي الاوتاكو؟ كايدو، واللي كان الكاتب ساعتها قايل عنه انه اقوى شخص في عالم الانمي. وهنا بعد ما اودن عرف اللي عمله حرفيا وشه قلب عليه غضب ربنا، وقرر انه هيموت اوروتشي وكايدو، ولكن للاسف عزيزي الاوتاكو فشل بسبب مساعده من العجوز بنت وساعتها كايدو طبعا بعد ما اودن علم عليه وكان اول واحد يعرف يجرح كايدو، ولكن اتحكم عليهم بالاعدام بالزيت المغلي. وهنا عظمه اودن بيقرر انه يضحي بنفسه، وبيطلب من كايدو انه هيسيبهم يمشوا لو فضلوا ساعه في الزيت المغلي من غير ما يموتوا. وفعلا ده بيحصل، ولكن الاكازايا ال9 بس هم اللي عرفوا يهربوا، واوروتشي بيضرب اودن بالمسدس وبيديله طلقه الموت الاخيره. وساعتها الاكازايا ال9 بيحاولوا يرجعوا للقلعه في كوري. وهنا توكي زوجة اودن جات لها فكرة جهنمية، وانها تستخدم قدرة الفاكهة بتاعتها وان هي تقدر تروح للمستقبل وتبعت جزء من الاكازايا ال9 للمستقبل علشان يجمعوا حلفاء في الوقت ده ويروحوا ينتقموا لاودن واللي حصل في وانو من كايدو واوروتشي واتباعه. وبالفعل بتنقل اوكيكو ومومونوسكي وكانجرو وكينيامون ورايزو للمستقبل بعد 20 سنة، ولكنهم زي ما احنا عارفين اتفرقوا. رايزو راح لزو، وكانجرو راح درسروزا، وكينيامون ومومونوسكي قابلوا لوفي والطاقم في بنك هازارد، واوكيكو فضلت في بلاد وانو. وبينجحوا في لم الشمل، وكلهم في الاخر بيتقابلوا ويتجمعوا في بلاد وانو. وبتبتدي بقى عزيزي الاوتاكو الاحداث بتاعت ارك وانو في الانمي، واللي بنشوف ان المجموعه اللي راحت تنقذ سانجي في ارك الكعكه الكامله وصلت لارض وانو. وانت هنا عزيزي الاوتاكو بتبتدي تسال امال فين بقيه الطاقم؟ فاودا بيرد عليك ويجيب لك زورو ماشي كالعاده وعمال يخرب الدنيا، ونلاقي اوسوب بيمارس عادته المفضله وهي انه شغال عمال يبيع في حاجات بالنصب، وروبن بتتدرب رقص، وفرانكي شغال نجار، والدنيا كده مستتبه ولغايه دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت. بعديها عزيزي الاوتاكو بنشوف لوفي هو بينقذ بنت اسمها اوتاما، ودي قدره الفاكهه بتاعتها انها بتقدر تطلع حاجه من خدها اسمها دانجو، ودي زي كوره كده اي حيوان بياكلها بيبقى تابع لاوتاما. وواحده واحده عزيزي الاوتاكو لوفي بيبتدي يكتشف الجانب المظلم لبلاد وانو لما بيعرف ان اوتاما اكلته اخر وجبه
غريبة موجودة عندها في البيت، وإنها عيانة بسبب المياه الملوثة اللي عمالة تشربها بسبب المصانع اللي كايدو وأوروتشي بيعملوها في بلاد وانو، واللي بترمي مواد مسمومة في المية دي. وبيقرر لوفي إنه ياخد أوتاما عشان يعالجها. ونشوف بقى عزيز الأوتاكو إن هو في الطريق بيقابل زورو، وكان ساعتها بينقذ واحدة اللي بنكتشف بعد كده إنها زوجة كينيامون. وفجأة في الوقت ده بيوصل هوكنز وبيواجه لوفي وزورو، واللي ساعتها بنعرف إن قوة الفاكهة بتاعته هي القش. والمفروض إن التعليمات اللي كانت متوجهة للطاقم من كينيامون إنهم يتجنبوا على قد ما يقدروا أي فايت. قال يعني عزيز الأوتاكو زورو ولوفي لو شافوا أي فايت هيتجنبوه فعلا، بس في الوقت الحالي فعلا بيقرروا إنهم يتجنبوا المشاكل دي ويهربوا. بس هوكنز مش بيسيبهم لغاية لما زورو بيقدر يهزم سلاح هوكنز وبيهربوا فعلا، وساعتها بيقدروا يعالجوا أوتاما في المكان اللي هربوا ليه. وفي المكان ده بيقابلوا أوكيكو هناك، وفجأة يهاجم المكان ده مجموعة من أتباع كايدو ويخطفوا أوتاما، وبيقرر لوفي وزورو إنهم يرجعوها، وفعلا بيقدروا يعملوا كده بعد ما بيقضوا على 2 من أهم القادة في بلاد وانو، وهم هولديم وسبيد. وبتكون سبيد تابعة ليهم بقدرة الدانجو بتاعة أوتاما، وبيقدروا يسرقوا كمان أكل كتير جدا وبيودوه للقرية اللي عالجوا فيها أوتاما. وبيكون لو كمان معاهم، واللي حاول يقضي على هوكنز لكنه فشل وهرب معاهم. وبعد ما بيوصلوا الأكل بيروحوا لقلعة أودن، وهناك بيقابلوا كينيمون ومومونوسكي. وابتدى كينيمون يحكي القصة ازاي هم جايين من الماضي من أكتر من 20 سنة، وطلب منهم انهم يفضلوا متخفيين وكل واحد يكون ليه وظيفة معينة، وانهم كده معاهم ما يقارب من 5000 واحد، وانهم هيتقابلوا كمان اسبوعين. وفي الوقت ده كايدو بيقرر انه يسيب الجزيرة اللي هو قاعد فيها ويروح لوانو بقدرة التنين بتاعته. وفي الوقت ده لوفي بيشوف كايدو، والحماسة كده تاخد لوفي وبيقرر انه يهجم عليه. وهوكنز في الوقت ده بيبلغ كايدو ان الاعداء كلهم موجودين عند قلعة اودن، وبيقرر كايدو انه يستخدم كرة النار بتاعته ويطلقها على القلعة، وبتختفي من الوجود. فبيفتكر لوفي ان كل اصحابه ماتوا، فبيغضب جدا وبيهاجم على كايدو، ولكنه بيتهزم شر هزيمة بعد ما استخدم الجير فورس، وكمان بيفقد الوعي. وفجأة بيصحى يلاقي نفسه في السجن ومعاه كيد، وبيقعدوا يتنافسوا على مين هيجيب اكل اكتر. ونخرج بقى بره وانو عزيزي الاوتاكو، وهنلاقي ان في الوقت ده كان في قرار مهم جدا اتاخد في الاجتماع بتاع ال50 دولة، وكان هناك قواد من الجيش الثوري عشان ينقذوا كوما، وموريا كمان رايح لغاية تيتش علشان ينقذ صاحبه. ما شاء الله عظمة في كل مكان. نرجع بقى لوانو عزيزي الاوتاكو، وهناك كانوا بيحاولوا الاكازيا ينشروا ملصقات بتشير لاي حد من اتباع اودن وتعرفهم المكان والميعاد اللي هم هيتقابلوا فيه كمان اسبوعين. وكمان قبيلة المينك كانوا بيساعدوهم في صناعة الاسلحة. وبعد كده جنود كايدو عزيزي الاوتاكو بيبلغوا كايدو ان البيج مام خلاص في طريقها لوانو، فبيطلب كايدو من كينج، وكينج ده يعتبر واحد من اكبر القادة اللي تبع كايدو، ويعتبر كمان ايده اليمين. طلب منه انه يتصرف معاها، وفعلا بينجح كينج انه يتصرف معاها ويوقع السفينة من فوق الشلال، لكن البيج مام بتقع من السفينة وبتنزل في الدوامة اللي في البحر. وبعد كده بتظهر على الشط قدام تشوبر ومومونوسكي، وبيكتشفوا انها فاقدة الذاكرة. وفي الوقت ده تشوبر كان بيحاول يقنع البيج مام ان في سجن فيه اكل كتير جدا، وكل ده علشان خاطر تساعدهم انهم ينقذوا لوفي. وفي نفس الوقت ده رايزو بيقدر انه يسرق المفاتيح بتاعت السجن ويهرب من الجنود كمان. وفي الوقت ده برضو كان كوين وصل السجن، وده واحد من اكبر 3 قادة عند كايدو، وبيبتدي يدخل في تحدي مع لوفي. وكل ده دخل فيه لوفي علشان بس كان بيحاول ينقذ راجل عجوز، وده واحد من اهم الناس اللي كانوا موجودين في وانو ايام اودن، وكمان كان صاحب اودن. ونروح كمان لزورو اللي كان رايح منطقة اسمها رينجو، وهناك قاتل شخصين، شخص كان سرق سيفه وكان بيسرق سيوف ناس كتير، وكل ده عشان خاطر يحاول يحمي السيوف دي اللي تبع ارض وانو. والتاني كان عايز يقتل واحدة، واللي بنعرف بعد كده انها هيوري، وهيوري دي تبقى بنت اودن. واللي الشخص ده بعد كده بنعرف ان ده كيلر، وكيلر ده الايد اليمين بتاعه كيد. وفي الفترة اللي كان بيحصل فيها كل ده كان اتباع اوروتشي اكتشفوا الرسالة اللي بين اتباع اودن، وبقوا بيقبضوا على اي حد عنده علامة هلال في رجليه. وبيطلع قرار في الوقت ده باعدام ياسو، لانه كان اعترف انه هو اللي كان بيسرق الاكل، وانه هو اللي حرض الساموراي علشان يهاجموا كايدو. واللي بنعرف بعد كده انه ياسو ده كان حاكم بلد في وانو، واوروتشي اصلا كان شغال عنده، وكمان كان صاحب اودن. وقبل الاعدام ياسو بيقول رسالة فيها تغيير لتفاصيل الرسالة الاصلية بتاعة المتمردين على كايدو، علشان خاطر هو عرف ان كانت الرسالة الاصلية اتكشفت. وبعد موت ياسو بنشوف بنته واهالي قريته وهم بيضحكوا عليه، فزورو بيستغرب جدا ويقول لهم انتوا ازاي بتضحكوا
بيضحكوا عليه. فهيوري بتقول له ما تظلمهمش، كل اللي هم فيه ده من فاكهة سمايل، دي فاكهة اصطناعية كان بيصنعها كايدو وسيزر، ودور الفاكهة دي انها تدي قوة للي ياكلها، لكن كان من كل 10 فواكه سمايل كان بيبقى فيه واحدة بس هي اللي تدي قوة للشخص ده، والباقي بيبقوا بايظين. فأوروتشي قرر يستغل جوع الناس في قرية ياسو ويبعت لهم فواكه بايظة علشان ياكلوها، ولكن من الأعراض الجانبية اللي كانت بتسببها الفاكهة دي هي انهم يضحكوا ضحك هستيري وما يقدروش يوقفوا. حتى بنت ياسو ما سلمتش من الفاكهة دي، وشايفة ابوها ميت قدامها ومش عارفة تعيط عليه. بصراحة حاجة توجع القلب. وفي الوقت ده عزيزي الاوتاكو كان في هري كتير عمال يحصل في السجن، وكوين كمان كان عمال يعذب في كيد وكيلر، كل شوية ينزلهم في مية البحر وبعد كده يطلعهم تاني. وفي الوقت ده لوفي بيقرر انه يواجه كوين بنفسه علشان خاطر ينقذ كيد وكيلر، وهو لسه هيضربه البيج مام بتوصل السجن. لا ومش كده وبس، دي كمان جاية جعانة ومش شايفة قدامها. وبعد ما البيج مام بتدخل السجن بيحصل قتال بينها وبين كوين على الفاصوليا الحمراء اللي هي كانت جاية عشان تاكلها. وفي خلال الفايت ده بيتم تحرير كواماتسو، وده واحد من الاكازيا التسعة وهو اللي كان بيحمي هيوري، وبرضه بيتم تحرير كيد وكيلر. وكوين كمان بيقرر انه يهاجم على البيج مام هجوم اخير من اعلى نقطة في السجن ونزل بيها على دماغها. وفي اللحظة دي بتفتكر البيج مام كل حاجة حصلت وهي مين وجاية منين وجاية ليه اصلا بلد وانو. وفي اللحظة دي بتكون خلاص هتهاجم على لوفي، بيغمى عليها عزيزي الاوتاكو من الخبطة وبيربطوها وبيبعتوها لكايدو. وبعد كده لوفي بيبدأ يهاجم على كل اللي موجودين في السجن، وكان عرف في الوقت ده ان فيه تطور للهاكي واسمه الريو، وده انه يقدر يستخدم قوة الهاكي لتدمير الشخص اللي قدامه من خلال تدمير اعضائه الداخلية، فيسبب ضرر كبير جدا. المهم ان كل الوقت اللي فات ده وهو بيتدرب على الريو من خلال مواجهته لكل اللي موجودين في السجن. وفي الوقت ده ابتدوا يحرضوا السجنة اللي موجودين انهم يمسكوا لوفي والا هيعدموهم، ففي منهم اللي ابتدى يساعدهم ومنهم اللي فضل مع لوفي، فابتدوا يطلقوا عليهم كور مسممه. وبيبتدي كواماتسو واوكيكو ورايزو ومعاهم تشوبر ان هم يساعدوا لوفي، فلوفي اتعدى منهم علشان كان عاوز يحميهم ويحس بيهم اكتر وبالوجع اللي هم فيه، وبيبتدي يكلمهم بصراحه. كلمتين كانوا جامدين جدا ومن اكتر الخطابات اللي اثرت فيا عزيزي الاوتاكو. وفي نفس الوقت ده عزيزي الاوتاكو بنعرف ان لو اتقبض عليه، وبعديها بنلاقي تشوبر بيحضر دواء لعلاج لوفي وكل المصابين بالفيروس. وبعد كده بنروح بقى للبيج مام اللي ممسوكه في اوناجاشيما، وكايدو اول ما بيوصل عندها بيطلب منهم انهم يفكوا الكيروسيكي من ايديها، وبيحصل فايت جامد ما بينها وما بين كايدو. مش محتاج طبعا اقول لك عزيزي الاوتاكو فايت ما بين 2 يونكو هيبقى شكله عامل ازاي. وفي الوقت ده عزيزي الاوتاكو اوتاما بتاكل الراجل اللي في بطنه فيل الدانجو بتاعها، وبيبقى تابع ليها، وبيكلموا كوين ويقولوا له انهم سيطروا على الدنيا هناك في السجن. وفي الوقت ده طبعا كان في ناس كتير قرروا ان هم هيبقوا مع التمرد، ومن ضمنهم اتباع الراجل العجوز. وبكده عزيزي الاوتاكو ده كان الجزء الاول من ملخص ارك وانو، وهننزل الجزء الثاني الاسبوع اللي جاي. فعايزك كده عزيزي الاوتاكو تظبطنا كده باللايك والشير والسبسكرايب وتشوف كل حلقه، لان احنا بننزل حلقه كل جمعه. سلام.